احمد درغام وعاشور الطاقي ومصطفى طلعت، ودقيقة صمت وحداد على أرواح شهداء الثورة الأبرار. إذن أعزائي المشاهدين، انتهت الدقيقة ولم تنتهي الأحزان ولم تنتهي الآلام ولم تنتهي الطموحات. طموحات الشعب المصري بالكامل في غد أفضل، في غد جميل، في غد يحمل البشرى، يحمل الاستقرار، يحمل العمل، يحمل الإنتاج، يحمل الكثير من العناوين. نعود إلى عنوان مباراتنا اليوم: البحث عن 3 نقاط ونقطة واحدة أبدا لا تكفي. هذا هو لسان حال الحدود اللي بيلعب على يمينك. لو أنت في ماسورة السد الحربية طويلة على حدود المنطقة بقى خطورة، اتأخر شوية فادي، لكن تصل مرة تانية إلى حسن في الجنب اليمين. أحمد سمير عرضية حلوة قوي، جون 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 جون، لسه فيها لكن توصل سهلة في النهاية في إيد علي فرج. نشيط أحمد قطاوي والإشارة المتفق عليها. هل على القائم القريب؟ احمد كمال على القائم القريب، وطلع عبد الواحد على الفاضي، لكن على طول يطلع الدفاع، تبقى محاولة هجمة مرتدة وبذكاوة. هدف غريب عجيب جميل، هدف ولا اجمل ولا اروع ولا احلى واغرب هدف في الدوري العام. هدف من حوالي 45 ياردة. فكر ازاي، قرر ازاي، شاط ازاي، شاف ازاي. ايه يا واد انت الحلاوه دي؟ ايه على طول حط واحده ولا اجمل من كده. محمد الهردة مش ممكن، ولا عبد الواحد ولا غيره، رغم انها من اخر الدنيا. هو شايطها، هو شايف حاططها. والله يا ابني ولا بايدك يا هردة. يا بدايه الدور الاول، يا ترى يا هل ترى ايه اللي هيحصل؟ يا ترى يا هل ترى ايه اللي ممكن يحصل في اللقاء؟ حلوه من احمد سمير. يا ابو كونيه، يا ابو كونيه، خليها ابو نص، جمعوش الابونيه بتاع الاجوان. يا سلام على العرضيه، يا سلام على القطع. هي المفروض تلف جوه، لكن على طول رمي التماس تتلعب. ياخد على طول عبد الشافي، يلعب عرضيه وبذكاء فادي نجاح يسيب على حدود المنطقه. لعبت على طول وتسديد مره ثانيه. ايه يا عم ده؟ ايه يا سيدي في ايه؟ مركبين. ممكن تبقى هدف زي الهدف الجميل اللي سجله الهردة. تاني طويلة، وتاني كانت ممكن يبقى هدف بالحظ وهدف مواقف ومكمل. فات بص طول شوية فيها، استنى كتير جدا، استنى كتير جدا. ما ينفعش، الكرة لعبة جماعية، ما بنلعبش هنا لعبة فردية، وبالتالي معاك 10 جنبك على يمينك وعلى شمالك وعلى ووراك تعتمد عليه. طويلة عند لاتير، لكن ياخدها عمرو الصفتي، يلعبها طويلة تطول. احمد قطاوي فات حلو قوي ولعبها احلى، توصل لابو كونيه، فرصه هدف. علي فرج يتالق، علي فرج موجود، قافل كل الحدود، مانع اي حاجه من المسجل. كل اللي قدر فيه انه ياخد ركنيه من تسديده ولا اروع. ليه ابو كونيه؟ لكن تالق كمان الاول من قطاوي ثم من علي فرج. حسن لعب بيها في مباراه الافريقي هنا، ما افلحتش، ما اثمرتش. ادي كرة طويلة من حرس الحدود، وادي تغطية والاثنين ارتبكوا. ياخد لاتيرنا داي، لكن على طول مغطي احمد سمير. مالي مركزه، مالي مكانه، لعيب جيد. تقول لي الزمالك مغلوب ومالي مركزه، طب مال دي ومال دي يعني؟ ممكن يكون لعيب كويس والفرقة مش مظبوطة، او الفرقة مغلوبة، او الفرقة توصل تكسب تعدي بعد كده. هل هيكمل الفرقتين المباراة 11 ضد 11 ولا الانذارات هتبقى كتير؟ عندنا 4 انذارات حتى 2 حتى الان، 2 لكل فريق. احمد سمير يلعب عرضيه جوه المنطقه، تبحث عن رأسيه ابو كونيه. علاء، هل هيلعب الحدود على التسلل فيها؟ علاء علي لفها في الجون واتحطت، لكن ابو كونيه كالعاده المره دي تقلش من على دماغه. عبد الشافي بيدور على العرضيه، يلعب عند جعفر، تمريره لعلاء علي، بيظبط على شماله، توصل من جديد لعاشور، تسديده، اي حاجه، قول لي حاجه. ده كلام هنا خطر، بقول لكم في ثقه زياده في مدافعين حرس الحدود. علاء علي يلعب هات وخد مع احمد جعفر، ادى لاحمد جعفر، يلعب لعلاء علي ولا عرضيه جوه المنطقه. احمد جعفر عرضيه مش مظبوطه، عايزه خطوه واحده بس. اخطاء ساذجه من دفاع حرس الحدود على حدود المنطقه. ابو كونيه الهات، لكن مفيش خد. لو كان خد من محي شعله نشاط. اتلعبت على طول في الشمال، احمد حسن مكي، الاختيارات عنده. عبد الغني، تمريره مكي، تسلل المره دي مظبوط 100%، وعبده افاده. ادي اللعبه، ادي التمريره، ادي مكي،
ادي التسلل واضح وضوح الشمس. وعمل علاء، فايت علاء، واصل علاء، عبد الشافي على شماله، هيدي عبد الشافي، لعب العرضيه لكن سهله بسيطه حلوه جميله قطقوطه في ايد علي فرج. بيقول له خد جميله، بدي لك هديه، بدي لك بنبنايه سهله، امسكها يا علي فرج. لو كان ادى عبد الشافي وهو جاي بسرعته كان عنده اكتر من فرصه لترن ضايع. الكره الطويله كالعاده، تسلل موجود مش موجود، فرصه هدف، والهدف الاول، الهدف الاول للزمالك. قلت لكم يبحث ويبحث ويبحث حتى وجد الهدف. اعتقد احمد اجدوها كثيرا لكن المره دي ما اجدوهاش، وبالتالي انفرد احمد جعفر، فكر وقرر وبص وحط تخبط في رجل علي فرج وترك هدف التعادل، وما زال يبحث عن هدف التقدم. احمد عبد الغني حطها لعبد الرحمن محي اللي اتنقل في الجنب اليمين ويلعب عرضيه وتبقى ركنيه. والله زمان يا ركنيات، من اول الدقيقه 5 من ساعه ما الحدود جاب الهدف ما شفناش ركنيات. دي تاني ركنيه للحدود في الدقيقه الاخيره، وادي احمد جعفر ساب الدنيا كلها. وسيناريو الدور الاول يتكرر من جديد، واتحطت على طول الطاوي علاء علي يلعبها عرضيه جوه المنطقه بها خطوره، لسه خطوره، الصفتي لسه وقع الصفتي وعلى انذار على الصفتي، والصفتي عنده انذار والصفتي يودع اللقاء، الصفتي يودع اللقاء. يا سبحان الله، وكأني بقرا من كتاب مفتوح. الصفتي يودع اللقاء لانه ياسر عبد الرؤوف شاف انه مثل، ادعى انها ضربة جزاء، كان عنده انذار، الادعاء معناه الانذار، والانذار وقبله انذار، وقلت لك حذاري يا صفتي من الانذارات، وبالتالي تربك كل حسابات. بقى تاني ادي اللعبة نشوفها تاني، يعني ياسر عبد الرؤوف على بعد خطوة وصرخته كأنه بيقول له لو سمحت. ادوا شيكابالا، ده شيكابالا هيلعب في الجون، يلعبها عرضيه حلوه جوه المنطقه وكله اعتمد على بعضه. بصوا حضراتكم، بصوا فتحه والدقيقه 74 قد تشهد الهدف الثاني للزمالك. شيكابالا وعرضيه تحمل طابع الخطوره جوه المنطقه، عرضيه ممتازه لكن اطول من اللازم، وتبقى ضربه مرمى لصالح نادي حرس الحدود. طويله تاني، خطوره تاني، مشكله تاني، وهدف تاني لا، وهدف تاني لا. لكن احمد جعفر هو اللي انت بتعتمد عليه يا حسام يا حسن في كل ما شاء الله ال 14 ركنيه. تاني طويله، ادي الكوره الاثنين على خط واحد، وادي الدربكه، والحقيقه حطها احمد جعفر حلوه بس ما كانش فيها في المستوى. شيكابالا وعلي فرج ومواجهه وضربه حره وشيكابالا وتسديده، وعلي فرج لو وقعت من ايده كان مستنيها حسين ياسر. هنا الثبات والكره دي لانه في زحمه. بصوا حضراتكم، زحمه من الحيطه وزحمه من لعيبته وزحمه من لعيبته. فكر تاني، يرجع لعاشور الادهم يلعبها للقادم من الخلف ممتازه، لسه فيها خطوره. على طول احمد قطاوي اتجرأ هو كمان وسند في الهجوم. احمد واحمد هيعدي ولا لا؟ دخل جوه المنطقه لكن على طول يحضن عليها احمد حامد ميدو، توصل له مره ثانيه ميدو حلوه قوي، تمريره ولا اروع لاحمد حسن مكي. احمد عبد الغني، ثلاث احمدات توصل للهرده، الهرده يحطها مره ثانيه لاوكا لاحمد مكي او احمد عبد الغني اللي راجع ورا قوي. عبد الغني يلعبها ثاني، عبد الرحمن محي حطها هناك في الجنب، اتلعبت حلوه قوي في الجنب الشمال، وعبد الشافي اول مره يجرب رجله اليمين والكل يقلش، توصل لشيكابالا يلحقها قبل الركنيه لان مهارته ممكن تعمل منها خطوره. شيكابالا يا ولد يا شيكابالا، يا ولد يا شيكابالا، عملها بالمقاس والله والافضل. بصوا شيكابالا حضراتكم في خرم ابره، لكن لا، الحقيقه اللي كان وراه كان مدافع الحدود ما كانش احمد جعفر. بس شيكابالا، بصوا شيكابالا حضراتكم، حسن مصطفى لو كان مكانه، لو كان محمدي يدور يدي لمين؟ حسين ياسر، يرجع تاني، تمريره ممتازه، احمد جعفر لف، ممكن يمرر، ممكن يهدف. ايه ده؟ ايه ده؟ ده كلام يا راجل، ده كلام يا راجل. عمل الاصعب يعني في غرزه، خدوا بصوا الراجل ازاي، غرزه كده اسمها غرزه بلغه كره القدم اهي كده خلاص. وبعدين بقى عايز يحطها بسن الجزمه، عايز يجيب، هو قادر انه يعمل سبرنت بالعشر خطوات دول. وصل على حدود المنطقه، رقص شيكابالا، دخل شيكابالا، عرض شيكابالا بالراس، جعفر جون يا جعفر. مش معقول، مش معقول، مش ممكن. ايه يا شيكابالا اللي انت بتعمله ده؟ ايه يا راجل انت الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ مش ممكن. شيكابالا خد مشوار 40 المنطقه، والمره دي علي فرج والمرمى خالي والهدف قادم. رائع رائع، لكن في صفاره،
في صفارة هدف. عاشور الأدهم، عاشور الأدهم، كما تدين تدان. عملها عبد الواحد وطلع واتحطت على طول، والحدود 11 وكأنه 9. ادي اللعبة، ما فكرش، قرر على طول، حطها ولا اروع. هدف تاني للزمالك كان متوقع من فترة طويلة. الدقيقة 81 تشهد تقدم الزمالك. اعزائي مشاهدي مودرن كرة في كل مكان، ادي اللعبة. طلع علي فرج، عشان كده دايما يقولوا للحراس البوكس يتلعب على الجنب، ما يتلعبش في القلب. معقول، لكن شيكابالا دور على شيكابالا تاني ورا. الهيردة وشيكابالا. الصفارة هتتغير تاني. بقول لكم الحكم صفارته ملهاش علاقة بالنتيجة، ملهاش علاقة باللون، ملهاش علاقة بالجمهور. ادي شيكابالا والعصبية مع محمد الهيردة، سجل هدف ولا اجمل. وعاشور الادهم سجل هدف ايضا ولا اجمل. شبيهين ببعض بس الهيردة من ابعد. ياسر عبد الرؤوف هيدي تحذير للاثنين، هيجيب شيكابالا والهيردة وهيبعد الاثنين وهيصالحهم على بعض. ادي اللعبة وادي الدفعة وادي الفاول. حوار وارد انه يحصل. احمد كمال انهى القصة وكمل. يا احمد كمال يلعب عرضية توصل مرة تانية لاحمد عبد الغني، سهلة في ايد عبد الواحد السيد، ما فيهاش عناء. الزمالك ب10 لاعبين ينتصر، الزمالك يتفوق. على فكرة 2005 2006 طرد احمد غانم سلطان في اسكندرية والزمالك كسب 3-0. كان شيكابالا سجل هدفين وعبد الحليم علي كان سجل هدف. ادي احمد سالم صافي يرجع ورا لاحمد سعيد اوكا. اسلام رمضان 30 ثانيه كده. حسام اهو بيقول له الوقت خلص. اخر لعبه، اخر هجمه، اخر فرصه لحرس الحدود اتعملت جوه المنطقه. رأسيه اعتقد مع نهايه اللعبه دي هيطلق ياسر عبد الرؤوف. صفاره فوز الزمالك، صفاره امان واطمئنان حسام حسن وجمهوره، وفوز الزمالك ب3 نقاط غاليه، ويرتفع رصيده من النقاط إلى 35 نقطة، وسعادة الزمالك وجمهوره بالفوز الكبير، بالفوز الهام، وبداية موفقة للدور الأول في الدوري العام. شكرا لكم وإلى اللقاء.